إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وأحوال أهل النار. بعدما ذكرنا بالأمس أهمية وضرورة وجود السلطان أو الإمام الذي بسببه تجتمع به الكلمة وتنتظم مصالح الناس، سواء كانت مصالح دينية أو دنيوية. ثم ذكرنا على أن هذا الموضوع هو من الأهمية بمكان لكثرة الجهل به عند العامة وبعض الخاصة. وذكرنا على أن من المسائل التي ينتهجها ويعتقدها أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور من غير معصية. السمع والطاعة لولاة الأمور من غير في غير معصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن المسائل المهمة التي يجب بيانها وذكرها ما دمنا في هذا الباب هي مسألة البيعة. فكثير من المنحرفين في هذا الباب ضلوا وأضلوا في مسألة البيعة، ويعتقدون على أن عدم السمع والطاعة لهؤلاء الولاة لأننا لم نبايعهم، فهم يعتقدون على أن بيعة الإمام لا بد أن تقف أمامه وتضع يده في يدك وتبايعه، فإن لم يكن هذا الأمر فهو ليس بولي أمري. وهذه شبهة، وسنذكر أدلة على الرد على هذه الشبهة. وهذه البيعة، بيعة المسلم لولي أمره، هذه من الحقوق الواجبة على كل مسلم، وهي عقيدة تخص منهج أهل السنة والجماعة. إذ لو مات المسلم وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة لولي أمر مات ميتة جاهلية عياذا بالله. قلنا: ومن حقوق الراعي على الرعية إعطاؤه البيعة والإقرار بها والوفاء لها، وهي تحصل بمبايعة أهل الحل والعقد. البيعة لا تحصل بأفراد الناس، وإنما هي تحصل بأهل الحل والعقد. وأهل الحل والعقد هم كبراء الناس. مثلا نحن في دولة أو جميع الدول، إذا كان مثلا جيش تلك الدولة ووزراؤها ووجهاؤها وكبراؤها مع هذا الولي وبايعوه حلت بيعته، وإن لم يبايع من؟ الشعب. هي بيعة الشعب ببيعة من؟ بيعة الشعب ببيعة هؤلاء الناس أهل الحل والعقد. فإذا بايعوا فالشعب تبع له. وإلا إذا أردنا إذا اشترطنا على أنه لا تكون بيعة
إلا بالمثول أمام ولي الأمر والسلام عليه وإعطائه البيعة، فلا بد من، إذا كانت الدولة فيها 100 مليون واحد، فهل يجب عليه أن يسلم على 100 مليون؟ لا، هذا ليس من الدين. فقط إن بايعه أهل الحل والعقد على كل المسلمين وعلى كل أفراد ذلك الشعب أن يمتثلوا أمر هذا الولي بالسمع والطاعة من غير معصية. فإن بايعه أو فإذا بايعه هؤلاء وجب على من في البلد أن يقروا بهذه البيعة. إذا بايع أهل الحل والعقد هؤلاء الكبراء والجيش والناس وزراء مثلا أو وجهاء القوم، إذا بايعوا هذا الولي، إذن وجب على من في ذلك البلد أن يقروا بهذه البيعة. قد يقول قائل مثلا نحن لم نبايع الإمام فليس كل واحد بايعه، فيقال هذه شبهة شيطانية باطلة يقول بها من يرون أو يسوغون الخروج على الحكام. الذي يقول هذه الشبهة يريدون أن يبحثوا عن طريق ومسلك كي يخرجوا على الحكام، فإذا خرجوا على الحاكم وقلنا لهم يحرم الخروج على ولي الأمر، ماذا سيقولون؟ يقولون هذا وليكم، نعم لا تخرجوا عليه أنتم، لكن نحن هذا ليس ولي أمرنا لأننا لم نبايعه، لم نذهب عنده ولم نبايعه ولم نصافحه قد يطرحون عليك هذه الشبهة بحجة أنهم لم يبايعوا بأنفسهم، ومن ثم يرون أنه ليس في عنقهم بيعة، وإذا لم تكن في عنقهم بيعة فلا سمع ولا طاعة لهذا الإمام. فيرد على هذه الشبهة ويقال هل الصحابة رضي الله عنهم حينما بايعوا أبا بكر هل كل واحد منهم بايع؟ حتى العجوز في بيتها والبائع في سوقه؟ أبدا، المبايعة لأهل الحل والعقد، ومتى بايعوا ثبتت الولاية على كل أهل هذه البلاد شاء أم أبى. حينما تولى أبو بكر الخلافة صار خليفة على المسلمين قاطبة، أليس كذلك؟ بلى. طيب هل أهل الشام، نحن لا نتحدث عن من في المدينة، هم من في المدينة العجائز ومن في السوق ومن لا يختلط بالصحابة الكبار، هؤلاء لم يبايعوا مباشرة، فمن باب أولى من هم بعيدون بمسافات طويلة تصل إلى بالأشهر والأعوام. ومع هذا يعتبر أبا بكر رضي الله عنهم ولي أمرهم مع أنهم لم يبايعوا مباشرة. لماذا؟ ما السبب؟ لأن أهل الحل والعقد بايعوه، لأن أهل الحل والعقد بايعوه، فبما أن أهل الحل والعقد بايعوه فيجب السمع والطاعة على كل المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله أما البيعة، بسمع الأئمة ماذا يقولون، قال أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، حتى أهل الحل والعقد لا يشترط كل أهل الحل والعقد أن يبايعوا كي تثبت هذه البيعة، مفهوم؟ وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، ولا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه الانقياد له وأن لا يظهر خلافا ولا يشق العصا. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله على شرحه في مسلم.
وإنك تجد أصحاب هذه الشبهة يذكرونها بسبب الدنيا. هؤلاء غالبهم هؤلاء الذين يقولون نحن ليست علينا أو في عنقنا بيعة لأننا لم نبايع مباشرة ولم نضع يده في يدي. هذه الشبهة قد رددنا عليها. هؤلاء الناس ويتكلمون في ولي الأمر وفي الحاكم وكذا ويسبونه ويذكرون معايبه. هؤلاء الناس إن أدخلتهم على هذا الولي وأعطاهم مالا وأعطاهم عملا وأعطاهم منزلا وأعطاهم مسائل الدنيا رضوا وفرحوا وخرجوا وهم يثنون على الولي. هذا ولي أمر ما شاء الله كذا يفعل الخير يفعل. قبل أن تدخلوا عنده كنتم تسبونه وكنتم تشتمونه. فإن أعطوا الدنيا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا. هذا ما يفعله كثير من العوام. كثير من عوام الناس الآن حينما مثلا يؤخذ حقه وينهب يصير يطعن في ولي الأمر ويطعن في المسؤولين ويسب ويشتم. لكن حينما يخرج قرار يخدم مصلحة هذا الرجل الذي كان يسب، ماذا يصنع مرة ثانية مرة أخرى؟ يفرح ويمدح هذا القرار. الآن الدولة خدمات، الآن الدولة دارت، الآن شحال ما كانوش دابا ما شاء. علاش؟ لأن الآن هذا القرار خرج وهو في صالحه. وإن خرج قرار آخر يقنن مثلا بيعه، يقنن وظيفته، ينقص في راتبه، يخرج المظاهرة ويقوم بمظاهرة ويغوت وكذا وزيدونا وحقوقنا وهذه ولا وكذا لا للظلم. طيب بعد سنة يزيدونه في الراتب ما شاء الله أن يزيدون. هل يخرج إلى المظاهرات؟ لا يخرج. لماذا؟ لأنه أعطي الدنيا وزيدت له في الدنيا. لكن حينما نقصت له من الدنيا صاح. وهذا ليس منهج أهل السنة، ليس هو منهج أهل السنة والجماعة. فإن أعطوا منها رضوا ووفوا بالبيعة، وإن لم يعطوا سخطوا وألقوا مثل هذه الشبهات. ومن كان هذا حاله فإن جرمه شديد، إذ قد جمع ألوانا من البلايا وباء بإثم عظيم. روى البخاري ومسلم. أنتم الآن تلاحظون أننا في هذا الباب نحاول أن نقتصر على الآية والحديث وكلام السلف، لأن هذا الباب كثير من أصحاب الشبه يقولون تأتون بكلام علماء معاصرين لهم عقيدة المرجئة، لهم كذا، يداهنون الحكام كذا. هؤلاء أسيدي حتى هؤلاء الذي تطعنون في علماء المعاصرين أسيدي لا ما نجيب لكمش كلامهم، نجيب الآية والحديث بفهم العلماء القدامى حتى يعلم هؤلاء أن هذا المنهج هو منهج السلف قديما. هذا ما كان عليه الرعيل الأول. لهذا قال أحد السلف، أحد الصحابة رضي الله عنه لعله بن مسعود، قال عليكم بالأمر العتيق. عليكم بالأمر العتيق. ما هو الأمر العتيق؟ القديم الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم، القرون الأولى الثلاث التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفاله وإلا لم يفي له. هذا النوع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم من؟ رجل بايع إماما.
فإن أعطى هذا الإمام لهذا الرجل وفى، مدحه وأثنى عليه وأقر له بالبيعة وكذا. وإن لم يعطه من الدنيا بدأ يشتمه ويسبه ويذكر معايبه. هؤلاء الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ابن حجر المعنى ديال الحديث، قال ابن حجر: وفي الحديث وعيد شديد في نكث البيعة والخروج على الإمام. شو كلام السلف؟ في هذا الحديث وعيد شديد في نكث. النكث هو التخلف والنكوص على الشيء، نعم، وهذا الشيء الذي في الحديث هو البيعة، والخروج على الإمام لما في ذلك من تفرق الكلمة، ولما في الوفاء من تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء. رأيتم العلة تحريم الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا يحرم. اسمع العلماء، ابن حجر قال لما في ذلك من تفرق الكلمة، ولما في الوفاء من حينما تكون وفيا لهذا ولي الأمر، وتسمع وتطيع في المعروف ولا تسمع ولا تطيع في المعصية، فإن هذا الوفاء يجر على هذه الأمة تحصين للفروج والأموال وحقن الدماء. بمعنى أن هذا الفعل الشنيع اللي هو الخروج على الحكام ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه اغتصاب وسرقة الأموال وقتل للأرواح. في هذا الثورات التي مرت في مصر، منها مصر، الإحصاء التي قامت به الدولة، ماشي الإحصاء الحقيقي، لأن الإعلام ليس دائما يظهر لك حقيقة الشيء. ذكروا على أن في ميدان التحرير ليس العشرات من النساء أو المئات. هذا بيان رسمي للدولة أقرته، قالت آلاف من النساء اغتصبن، آلاف من النساء اغتصبن في ميدان التحرير، باش يحيدوا ذاك الرئيس. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام العلماء، هم ذكروه تحصين الفروج. أما السرقة والنهب حتى صار الشعب غير بعضياته يجعلون لجان، كنقوم واحد الشباب بعضياتهم كيتلاقاو يقول اجي سميتو نحضيو هذا الحانوت، نحضيو هذا المحل، نحضيو راه غادي يجيو يسرقوا لهذا السيد مسكين. ولات السرقة والنهب. أما الدماء فحدث ولا حرج. كم من الشباب والنساء والرجال والأطفال قتلوا بسبب هذه الثورات، لأنهم خالفوا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، خالفوا منهج الصحابة رضي الله عنهم. نعم، نحن نتفق على أن من كان عليهم كان ظالما، كان جائرا، ولا ندافع عليه، ويوم القيامة يحاسب بقدر ما ظلم الناس. لكن كيفية تعاملنا مع هذا الصبر، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وعلى هذا فلا يجوز نقض هذه البيعة أو دفعها لأفكار جماعة أو لحزبية أو لحرص على الكرسي، فتقع بذلك القلاقل والبلابل، فيذهب أمن البلاد واستقراره. لذا تحرم جميع الوسائل المؤذية للتشويش على بيعة الإمام، كالمظاهرات والاعتداءات سواء القولية أو الفعلية، وكذا الشعارات التي توحي بذلك، فكل ذلك ظلم وضلال. وقد دل على هذا
وقد دل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه جاء إلى عبد الله بن مطوع حينما كان من أمر الحرة حينما كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة هذا صافي، هذا الظلم الذي يمارس علي وهذه الأحوال وهذه المنكرات صافي، أنا ما بقاش علي ولي أمر. إذن هذا خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية عياذا بالله. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سمعوا مزيان أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني هذه الأحاديث التي أسردها عليكم وهذه الأدلة لا أشك قطعا أنكم لأول مرة تسمعونها، وإن لم تجلسوا عند رجل من أهل السنة والجماعة وبقيتم طيلة حياتكم في هذه الدنيا لن تسمعوها من أحد إلا إن كان منهجه منهج أهل السنة والجماعة، لأن المنحرفين لا يظهرون مثل هذه الأحاديث. اسمع هذا الحديث، أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا، أنت الآن تكره ماشي أشياء من أميرك، مثلا في دولة من الدول ولا في أي مكان تكره شيئا من أميرك، إما لظلم مورس عليك أو طيب ماذا تصنع؟ هذا النبي قال من كره من أميره شيئا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. رد البال، ظلمك أميرك. إذن من المظلوم الآن؟ أنت المظلوم. طيب فهذا الظلم الذي مورس عليك وصرت مظلوما دفعك إلى أن خرجت عليه، فلما خرجت عليه ميتتك هذه ميتة جاهلية، ميتتك هذه ميتة عياذا بالله جاهلية. قال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث، هذا الشرح ديال ابن حجر رحمه الله في الفتح، والمراد بالخروج السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء. قد تجلس في مجلس في المقهى وتتلفظ بكلمة فيها تحريض على ولي الأمر، تدخل في هذا الحديث. شيء المخالفات اللي كنعيشوا فيها احنا وغالب المسلمين. أدنى، يقول ابن حجر ولو بأدنى شيء. فكنا عنها بمقدار الشبر. قال منين جاب ديك ابن حجر؟ حتى ابن حجر ما كيفصلش من راسه لما قال بأدنى شيء، جابها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لأن اش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا، ماشي خرج بزاف، غاشبر إلا خرجتي على السلطان غاشبر ومتي ميتة جاهلية، ماشي ديراع وبديتي كتغوت وكذا ودرتي مظاهرات ودير الشعارات وإرحال، هذا ماشي شبر، هذا راه سرح. أما إلا خرجتي غاشبر
تسمى أمتي فميتتك ميتة جاهلية، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. علاش النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذا الخروج، والأئمة وعلماء السنة تيغوتوا كيركزوا على هذا الموضوع هذا، ما تخرجوش، ما ديروش مظاهرات، ما ديروش، حقنا للدماء، ماشي زعما حبا في الحكام ولا حبا في الولاة، لا، حقنا للدماء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. يجي شي واحد ويبغي ينازع هذا الولي اللي عندك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاضربوا عنقه، عليه أن يقتل. هذا اللي غادي يجي يحيد لك ولي الأمر، بغى يحيدوا لك، عليه أن، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاضربوا عنق الآخر. علاش؟ حقنا للدماء. اللهم تضرب عنق ديال هذا اللي بغى يدير الفتنة، ولا يبغي يحيدوا، تنوض الفتن وتنوض الأرواح الكثيرة اللي غادي تموت. ثم اعلموا أن هذه المسائل التي نتحدث فيها الآن هي من الأمور التي أدرجها العلماء في مصنفاتهم في كتب ماذا؟ كتب الفقه؟ لا، في كتب العقائد، أدرجوها في كتب العقائد. وأنتم تعلمون على أن من أهم المسائل اللي عندنا في الدين، بل أهم، ماشي من أهم شيء في الشريعة، هو المسائل العقدية، لأن عليها تبنى باقي الأعمال الصالحة، عليها تبنى، والأصل ما يبنى عليه غيره. وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. الطاعة، يعني نقول من الحقوق، ومن الحقوق له طاعته في غير معصية الله. والطاعة لولي الأمر أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، حتى إن علماء أهل السنة أدرجوا طاعة ولي الأمر في جملة العقائد. وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا دليل على وجوب طاعة ولي الأمر. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. على المسلم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث فين كاين هذا الحديث؟ صحيح البخاري ومسلم في كليهما. يقول: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، حتى الشيء الذي أكره عليك يجب الطاعة فيه والسمع. هذا لا يدخل في المعصية، مفهوم؟ عندك تفهم فيما أحب وكره، بمعنى كره بمعنى أنه يأمرك بمعصية فالنبي قال السمع والطاعة. لا، فيما تكره في المسائل المباحات، في مسائل التي مثلا قنناها أو أمر بها في باب المباحات، وأنت هذا الأمر الذي أمر به في باب المباحات كرهته، ماذا تصنع؟ تسمع وتطيع. لكن إن أمرك بمعصية وألزمك بها ماذا تصنع؟ لا تطيع. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال، اسمع تتمة الحديث: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. هو تشرح لك ديك وكره ما عندها علاقة بالمعصية. إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فلا سمع وطاعة فاش؟ في المعصية.
قوله فيما أحب وكره أي فيما وافق غرضه أو خالفه. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك، كما ذكر المؤلف الشيخ ابن برجس رحمه الله في الكتاب، ويسرك ومنشطك، في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. يقول ابن الأثير في جامع الأصول قوله منشطك على وزن مفعل من النشاط أي في حالة نشاطك، وكذلك قوله ومكرهك أي في حالة كراهتك. والمراد، اسمع ماذا يقول أهل العلم في شرح هذا الحديث، والمراد السمع والطاعة في حالة الرضا والسخط والعسر واليسر والخير والشر. وقال النووي في شرحه على مسلم، إمام النووي يشرح هذا الحديث، معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية. ما حدك باقي ما وصلتيش المعصية، السمع والطاعة وإن شق ذلك على نفسك وكرهته نفسك فاسمع وأطع. فإن كانت معصية، هذا التتمة ديال كلام الشيخ الإمام النووي، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة. قال أي النووي كي شرح الأثارة، شنو هي الأثارة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأثرة عليك. شنو هي الأثرة؟ قال الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أنه أمور ديال الدنيا يأخذها منكم ويختص بها لنفسه. طيب هذا الذي أخذ ما هو حقي واستأثر به لنفسه، ماذا نفعل معه يا رسول الله؟ ايش قال؟ السمع والطاعة. أي اسمعوا، تتم الكلام ديال الإمام النووي، أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. انتهى كلامه رحمه الله. واش الكلام مفهوم ياك؟ فهم الكلام. وروى الإمام مسلم من حديث علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن زيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم. شوف شكون اللي فيك يسمع هذا الحديث؟ لا أحد. دابا هذا كيسول النبي عليه الصلاة والسلام قال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، كيقولون أعطونا الحقوق ديالنا ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ واش هادشي كاين كنحيشو ولا ما كاينش؟ كاين، لكن الحل اللي قال لنا النبي كنديروه ولا كنديروا الحلول من عندنا؟ كنديروها الحلول من عندنا، بل ولينا كنديروا الحلول التي صدرها لنا أعداء الإسلام اللي هم الكفار على المظاهرات. منهج من المظاهرات؟ منهج الكفار. فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية والثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. كيقول لك اعطونا حقوق ديالنا وديالكم، حقوق ديالكم منعوها منكم. اش قال؟ اسمعوا واطيعوا، واخا منعوكم الحقوق ديالكم اسمعوا واطيعوا، لكن ما يبقاش داك الشيء هكاك. قال فانما عليهم. ما معنى عليهم؟ الوزر، الحرام كاين. واش على هادشي زعما الصبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا الصبر على الظلم والصبر على كذا، زعما راه الدنيا دوز هكا عادي وغدا يوم القيامه ما كاين والو. الظلم ظلمات، الا ظلمتي غير واحد الا ظلمتيه ظلمات يوم القيامه. لكن غير ما ديرناش الفتنه، صبر. فانما عليهم شي مقيد ما حملوا وانتم وعليكم ما حملتم. إلا مشيتوا ما سمعتوش وطعتوا أنتم يوم القيامة وعليكم ما حملتم.
وكذلك حديث العرباض بن سارية لما قال للصحابة: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قال العلماء في هذا الحديث فائدتان فقهيتان: الأولى أنه من تولى وجبت له الطاعة في غير معصية الله وإن لم تتوفر فيه شروط الولاية. الولي قد لا تتوفر، قد يأتي واحد ولا تتوفر فيه شروط الولاية، لكن أخذها أي حكم يصير عليه؟ يصير في حكم الولي، وجب عليك السمع والطاعة وخا ما كتوفرش فيه الشروط ديال الولاية. علاش؟ تيقول العلماء: لأنه استتب له الأمر. إن استتب له الأمر شد الناس الحكم بقوة، صافي اللي خرج غادي يبدا يقتل، هذا غير الدماء تبدا تسيل وكذا وعباد الله يموتوا، لأن استتب له الأمر. صافي شد معاه القوة ومعاه كل شيء، فين أنت خارج؟ تعرض نفسك للانتحار. الثانية، الفائدة الثانية أنه يجب أن يسمع ويطاع للأمير في غير معصية لله وإن لم يرضى به. وأخذوا هنا من هذا الحديث وهو أن الحر لا يرضى أن يكون العبد أميرا عليه، ومع هذا قال النبي: عليكم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قال عبد من شروط الولاية، من شروط الولاية أن يكون الولي عربي. أي حيث قال حبشي للأولى بعدها قال: وإن تأمر عليكم عبد، أن يكون حرا. لا يجوز أن يكون ولي الأمر عبدا وليكون عربيا، لأن هذا الحكم هذا عند قريش، هذا الحكم هذا خاص عند قريش عربي. قال لهم: وإن تأمر عليكم هذا العبد الحبشي. إذن عبد الحبشي خصو يكون ولي، ما توفرش فيه الشروط، ما خصوش يكون ولي، لكن صار وليا. ماذا علينا؟ السمع والطاعة. سمعوا واحد الفائدة في الحديث، واحد الفائدة مخشية مغارقة. اسمع: عبد وحبشي كيف يستطيع حتى يصير وليا؟ كي يدير؟ راه ما عنده حتى شي حل إلا حل واحد، الله يرضى عليك، هي القوة. غادي زعما يتجمعوا الناس بغاوه باش يديروه؟ إلا ما يمكنش. العرب ما ترضاش، العرب ما ترضاش، هذه ما ترضاش كنخوة عند العرب. خليه من الناحية الشرعية أنه حرام. إذن مع هذا عبد وحبشي ماشي تا ولد البلاد، دخل ولا ولي. هذا عنده طريق واحدة، أن يأخذها بالقوة بالغصب. طيب من أخذها بالقوة والغصب يجب السمع والطاعة؟ وجب السمع والطاعة في الحديث. شوف الفقه ديال الأحاديث من أهل العلم. قال: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هنا نختم بهذا الشبهة. هنا تعترضنا شبهة من أصحاب الزيغ والأهواء، فيقولون: هذه الأحاديث، اسمع، هذه الأحاديث التي تذكرونها لنا في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأنتم تنزلونها على الحكام المعاصرين، يا أذناب البغلاه. يسبونه وما كيسبوا علماء السنة. أنتم كتنزلونها على حكام يا أتباع السلاطين، فيجاب عنهم بأحاديث صحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. منها روى الإمام مسلم. اسمع قال لك سيدي: هذه الأحاديث اللي كتذكر ديال السمع والطاعة، السمع والطاعة، السمع والطاعة لولاة الأمور، السمع والطاعة، هذه الأحاديث كلها راه كيهضروا على أبو بكر العدل وما كاين لا ظلم، وأبو بكر وعمر وعثمان. واخا سيدي، وهذه الحديث هذه في أبو بكر، إلا قلت يا في أبو بكر مشيتي،
إما كفرتي ولا خرجتي من منهج السنة ولا المهم نزل بك شر صافي خرجتي من الدائرة ديال السنة. اسمع، روى الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة ولاة أمور لا يهتدون بهداي. أبو بكر لا يهتدي بهدى رسول الله. إذن هذا الحديث أبو بكر وعمر وعثمان لا يهتدون بهداي. اسمع، ولا يستنون بسنتي. هذا ما بعد من الدين. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين. واش هذا الوصف هذا كي داير؟ القلوب ديالهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. أتي تخلع الصحابي قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ واش هذا الشيء هذا؟ شنو ندير إلا بقيت عايش لهاد وعشت عند هاد الأمراء؟ قال: تسمع وتطيع للأمير. تسمع وتطيع للأمير. اسمع تتمة الحديث: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. أخذ مالك وجلد ظهرك. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لا يستدون بسنتي ولا يهتدون بأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. إذن اندحرت هذه الشبهة. وهذا رد على من قال أن أحاديث السمع والطاعة في أبي بكر وعمر، وفيه رد على من يقول أن هذه الأحاديث في من يقيمون الشرع، لكن النبي يقول: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. أي شرع هذا الذين يقومون به؟ إذن هم كيما كيقوموا لا بسنة لا يستنون بدين، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع. قال النووي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث: وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. دائما أهل السنة يقيدون في غير معصية حتى لا نكون من المميعة نسمع ونطيع في كل أمر. لا، نسمع ونطيع في غير معصية. ونختم بهذا الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم، الأئمة الولاة الأمور المزيانين، الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. كما ذكرنا هذا الحديث كما ذكر الشيخ بن برجس في هذا الكتاب المعتقد الذي نشرحه الآن. ما معنى يصلون عليكم وتصلون عليهم؟ الدعاء، تدعون لهم ويدعون لكم، هذه علاقة طيبة. طيب، وشرار أئمتكم، كاين واحد الأئمة شرار، الذين شكونهم؟ الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذه الأئمة اللي غادي يكونوا فينا نبغضهم ويبغضوننا ويلعنوننا ونلعنهم. قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما حد المساجد محلولة وكتسمع الأذان حرام تمشي تخرج عليهم. وإذا رأيتم، اسمع تتمة الحديث: وإذا رأيتم من ولاتكم، إذا شفتم الحكام ديالكم شيئا تكرهونه، حاجة حرام منكر ظلم تكرهونه، فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. اكرهوا العمل دياله وعندك تمشيوا تخرجوا عليه، لا تنزعوا يدا من طاعة. وفي لفظ آخر قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. كل هذا وهذه الأحاديث حرصا
على عدم التفرقة وجمع بيضة المسلمين وحقن الدماء وعدم يعني تحصين الفروج وعدم نهب الأموال. كل هذه الأحاديث التي تحث على الصبر على الولاة وإن جاروا والسمع والطاعة في غير معصية كي يبقى المسلمون في أمن وأمان، لأنه إذا خرج على ولي أمر صارت الفوضى فلا دين ولا دنيا. كم من الدول صارت فيها هذه الفتن، الناس ما قدروش يخرجوا حتى للجامع يصليوا خايفين يتقتلوا. كيصيفطوا إلا مشى صيفط ولده يجيب غير شي حاجة من الحانوت كيسمعوا راه مشى تقتل بسبب هذه الفوضى وبسبب دين ما يتقامش. الصلاة إلا بغيت تخرج للجامع تخاف تخرج تمشي للجامع بسبب الفوضى بسبب المظاهرات بسبب الخروج على الحكام. لهذا أهل السنة والجماعة يعتقدون ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من السمع والطاعة ولاة الأمور وإن جاروا. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.